السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي في الله في قناة ميتولوجي. كنتمنى تكونوا بأسام الصحة والعافية. وصلنا في الحلقة الثالثة والتسعون. هذه الحلقة اللي غنتكلموا فيها حول الأسر اللي هما ترفضوا في منصة ديال الدعم الاجتماعي البشري في هذا الشهر ديال مرس. كاين بزاف ديال الأسر اللي هما مؤخرا ترفضوا في منصة ديال الدعم الاجتماعي البشري بعد ما استفدوا من الدفعة الأولى والثانية والثالثة. دابا تفاجئوا بأنهم مرفوضين في منصة ديال الدعم. اشنو هو السبب اللي خلى هاد الاسر هادو يترفضوا في منصه ديال الدعم الاجتماعي البشري؟ ودابا حاليا كيعملوا غربل على بعض الاسر اللي هما غير مستفيدين من الدعم، علما بان الاسر هادو استفدوا من الدفعه الاولى والثانيه والثالثه. دابا غربلوهم في منصه ديال الدعم الاجتماعي البشري، عملوا بانهم غير مستفيدين في الدعم. اذا شنو هو السبب اللي خلى الاسره يترفضوا في منصه ديال الدعم؟ كل ما عليكم تشاهدوا مع الفيديو الى اخره، ثم ما تنساوش ديروا لنا اعجاب في الفيديو هذا وتشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما جديد. وكذلك كنتمنى اي واحد يبارطاجي الفيديو مع كل عائلات الاسر اللي هما باغي يعرفوا الوضعيه ديالهم في منصه ديال الدعم الاجتماعي البشري، واش هما في وضعيات مقبولين اللي هما اللي غيستافدوا مع الدفعه الرابعه ديال مرس، او هما في وضعيات مرفوضين اللي هما غير مستفيدين من الدعم الاجتماعي البشري. نبداو على بركه الله في هذا المشكل هذا. بزاف ديال الاسر اللي هما دابا ترفضوا في هذا الشهر ديال مرس. اشنو وقع في منصه ديال الدعم الاجتماعي البشري؟ عديد من الاسر اللي هما ترفضوا في منصه ديال الدعم، عوضا كانوا في الاول عندهم الملف ديالهم مقبولين، كيستافدوا كما العاده، خداو الدفعه الاولى والثانيه والثالثه. كاين اللي خدا الدفعه الاولى وكينتظر الدفعه الثانيه، كل واحد شحال خدا الدفعات اللي قبل من هادو، ودابا كينتظروا الدفعه ديال شهر مرس اللي باش ياخذوها في الاخر ديال الشهر، سواء منحه شهريه او اعانه جزافيه. فهنا كاين بعض الاسر اللي هما دابا كينتظروا الدفعه ديالهم دوز لهم في الاخر ديال الشهر هذا، وفي الاخر ساعه لقاو راسهم بانهم مرفوضين. وهذا الموضوع هذا انا ديجا تكلمت فيه باحد الفيديوهات، الحلقه اللي قبل من هذه اللي هي حلقه 92، شرحت فيها عدم الاستفاده من الدعم الاجتماعي البشري. فاللي بغى يتواصل اكثر يمشي لك الفيديو باش يعرف شنو هو السبب اللي خلاكم يترفض لكم الملف ديالكم في منصه ديال الدعم الاجتماعي البشري. في هذا الفيديو هذا غنحاول نشرح بشكل مختصر باش يفهموني كل اسر، باش يعرفوا علاش ترفض لهم الملف ديالهم في منصه ديال الدعم الاجتماعي البشري بعد ما انهم استفدوا من الدفعه الاولى والثانيه والثالثه. دابا كيلقاو راسهم بانهم مرفوضين. فباش نجاوبوا على السؤال هذا خاصنا نمشيو منصه ديال الدعم الاجتماعي البشري. اول خطوه كنمشيو للمنصه ديال الدعم اللي حنا فيها دابا، ثم كنمشيو للاشرطه كنحاولوا نضغطوا عليها، بعدين كنمشيو للفضاء الخاص باللون الاحمر كنحاولوا نضغطوا عليه، ثم كتظهر معنا الصفحه هذه اللي فيها جوج ديال الخانات اللي غنحاولوا نعمروهم. الخانه الاولى اللي هي ادخل المعرف المدني والاجتماعي الخاص بنا بالاسره، وفي الخانه الثانيه كنعملوا فيها هذا الرمز كننقلوا كما هو الصوره. باش بلا ما نطول عليكم نحاول نعمر هذه المعلومات هذو ثم نعود اليكم بعد قليل. مزيان، بعد ما عمرنا المعلومات الخاصه بنا بما فيها المعرف المدني والاجتماعي الخاص بنا وهذا الرمز قيدناه كما هو في الصوره، كتظهر معنا واحد النافذه اللي مكتوبه فيها تاكيد، غنحاول نضغطوا عليها. مزيان، بعد ما ضغطنا على التاكيد ظهرت معنا الصفحه اللي فيها المعرف المدني والاجتماعي الخاص بنا مقيد كما هو صحيح. ودابا كيبقى لنا غنضغطوا على الدخول. بمجرد انك تضغط على الدخول غيجيك واحد الرمز في الهاتف ديالك اللي هو مكون من 6 ارقام، غتدخلوا مور هاد الصفحه هذه. واحد النافذه غتظهر معكم مور هاد الصفحه هذه اللي فيها ادخل الرقم السري الخاص بكم اللي هو الرمز اللي غيجيكم في الهاتف ديالكم مكون من 6 ارقام. اذا نحاول نضغط على الدخول، ثم كتظهر معنا هذه النافذه هذه اللي فيها ادخل الرمز اللي غيجينا الرمز مكون من 6 ارقام في الميساج في الهاتف ديالنا. مزيان، ها هو دابا جانا الميساج، غنحاولوا نقيدوا هذا الرمز كما هو عندنا في الصوره، ثم كنضغطوا على المكان هذا. وهنا كتطلع معنا الصفحه هذه اللي فيها مرحبا بكم في فضائكم الخاص. ثم كتظهر معنا النافذه هذه فيها كل المعلومات الخاصه بنا بما فيها رقم البطاقه التعريف الوطنيه الخاصه بنا، بما فيها رقم الهاتف، ثم رقم المعرف المدني والاجتماعي الخاص بنا، كذلك تاريخ الازدياد، ثم العنوان. هنا كل المعلومات الخاصه برب الاسره. بغينا نعرفوا من ديالنا واش هو مقبول او مرفوض كنحاول ننزلوا الى اسفل الصفحه. مزيان، هنا كيظهر معنا هذا الشخص هذا عنده ملف ديالو مرفوض. لاحظوا معايا علاش ترفض له الملف ديالو بعد ما هو انه استفاد من الدفعه الاولى والثانيه والثالثه، ودابا كيلقى انه مرفوض في منصه ديال الدعم الاجتماعي البشري. باش نجاوبك على السؤال هذا غتحاول تضغط على هذه النافذه هذه باللون الاصفر الولوج الى الطلبات، غتحاول تضغط عليها، ثم كتظهر معك هذه النافذه هذه مكتوبه فيها الطلبات، غتحاول تنزل الى مكان العرض التفاصيل، تحاول تضغط على عرض التفاصيل في هذا المكان هذا. وهنا غيظهر معك السبب ديال رفض الملف ديالك. لاحظوا معايا
هذا هو السبب رفض الملف ديالكم أنتم موظف أو أجير مصرح به على الأقل مرة واحدة خلال 12 شهرا الأخيرة. شتو؟ وكل واحد غادي يقع عنه السبب الرفض في هذا المكان هذا. كاين اللي غادي يقع عنه انه كيسبب التقاعد، وكاين اللي غادي يقع عنه بانه عنده مؤشر طلاق. كل واحد غادي يقع عنه السبب ديال الرفض ديالكم. فهنا كتجيو البلاصه هذه اللي حنا فيها دابا حاليا غتلقاو عندكم السبب ديال رفض الملف ديالكم في منصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر. هذا هو السبب اللي خلى الاسره دي انها ما تاخذش الدفعه الرابعه. بعد ما خلص الدفعه الاولى والثانيه والثالثه، هنا لقاو عندهم بانه موظف او مصرح به على الاقل مره واحده خلال 12 شهرا، يعني هو مديكلاري في لاسينيسيس عندهم الضمان الاجتماعي، وقاصوا بانه هو موظف او اجير او يعني خدام في شي شركه. يعني هذا رب الاسره كان هو في الاول ما خدامش، من بعد ما خدم في الشركه صرح الشركه بالضمان الاجتماعي انه باش غيستافد من فلوس ديال الابناء ديالو اللي غادي يبقى يجيبها كل شهر. تلقائيا المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر عملت لهم بانه غير مستفيد من المنحه الشهريه اللي غادي يبقى ياخذها كل شهر، يعني غادي يبقى يستافد غير من جهه وحده. وهذا هو السبب الاسره هذو غير مستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، علما انهم كانوا كيستافدوا من الدفعه الاولى وخذوا الدفعه الثانيه وخذوا الدفعه الثالثه، ودابا كيلقاو راسهم انهم غير مستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر. وكما قلنا دابا كيعملوا غربل، كما كتشوفوا معنا كيعملوا غربل، كيغربلوا شكون هما اللي غيستافدوا شكون هما الفئه اللي ما غيستافدوش. كونوا على اكيد اللي كيفكر انه باش يتسجل في منصه ديال الدعم الاجتماعي باش يستافد من المنحه الشهريه هو عنده فلوس ديال الابناء كيجيوها في لاسينيسيس من جهه اخرى، فهذا بلا ما يفكر انه باش غيستافد من الدفعه ديال المنحه الشهريه في هذا المكان هذا، بلا ما يستافد انه باش غيضرب عصفورين بحجر واحد، بانه باش يستافد من المنحه الشهريه غتبقى تجي في المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر، وكذلك المنحه الشهريه غتبقى تجي في لاسينيسيس. كون على اكيد انك بلا ما تفكر انك غتستافد من جوج ديال الدفعات. علاش بزاف ديال الناس كيفكروا انه باش غيدخلوا يتسجلوا في منصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر، والنتيجه كما كتشوفوا معنا في الشاشه. دابا حاليا هما عاملين غربه بزاف ديال الاسر اللي هما يتم رفضهم في منصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر لعده اسباب، انهم كيستافدوا من شي جهه اخرى، او انهم كيستافدوا من فلوس ديال التقاعد، او ان السيده هذه كتستافد فلوس ديال التكافل ديالو كيجيها كل شهر. عده اسباب تلقاوها في هذا المكان هذا، كل واحد كيعملوا السبب ديالو ديال رفض الملف ديالو في منصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر. لهذا كل واحد يرد باله في المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر باش يدخل المنصه ويشوف الوضعيه ديالهم في وصله، واش هو مازال مقبول او هو مرفوض. دابا كل واحد يدخل المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر باش يطلع على الملف ديالو باش يعرف راسو. واخا انك استافدت من الدفعه الاولى والثانيه والثالثه، ضروري انك خصك تدخل المنصه باش تشوف الوضعيه ديالك واش انت مازال مقبول او مرفوض، لان دابا هما خدامين حاليا كيعملوا غربل، كيغربلوا الناس اللي هما غير مستفيدين. ردوا بالكم من النقطه هذه، راهم دابا حاليا كيعملوا غربل، كيشوفوا شكون اللي غيستافد كيشوفوا شكون ما غيستافدش. كنتمنى تكون فكره واضحه، كنتمنى كل واحد يبارطاجي الفيديو مع كل عائلات الاسر اللي كيتسالوا على الدفعه ديال مصر، شكون اللي غادي ياخذها وشكون اللي ما غادي ياخذهاش. الجواب هو كما وضحنا في الفيديو هذا. وفي الختام فضلوا وليس امرنا تفعلوا لنا بالزر والاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لكيصلكم ان شاء الله كل جديد. وكذلك كنطلب اي واحد يبارطاجي الفيديو مع كل عائلات الاسر اللي هما خذاو الدفعه الاولى والثانيه والثالثه وكيتسالوا على الدفعه الرابعه واش غادوزلهم او ما غادوزلوش. كما قلنا خاصكم تدخلوا المنصه ديال الدعم الاجتماعي باش تشوفوا الوضعيه ديالكم هي الاولى في وصله، واش الملف ديالكم مقبول او الملف ديالكم مرفوض لا قدر الله. والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.